السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في خطوة جديدة مهمة جدا عشان نبدأ نعلن على حسابنا الإعلاني فعليا. النهاردة هنعمل حاجة بسيطة في الخطوات بس أساسية في الشغل. هنضيف طريقة دفع على الحساب الإعلاني بتاعنا. الخطوة دي مهمة جدا طبعا لأن إعلانك مش هيشتغل أصلا من غيرها، يعني تقدر تبني إعلان وتظبط الاستهداف وتكتب أحلى محتوى، بس من غير وسيلة دفع كل ده بيروح على الفاضي. بعد ما فتحنا الحساب الإعلاني بتاعنا، وهنا احنا فاتحين حساب إعلاني داخل مدير الأعمال، بنضغط هنا على الفوترة وعمليات الدفع. هيدخلنا طبعا على صفحة الفوترة الخاصة بالحساب الإعلاني بتاعنا اللي هو طه سيد. بضغط هنا على إضافة أموال. بعد ما اضغط على إضافة أموال هنا هيقول لي في طريقتين متاحين للدفع عندنا في الحساب الإعلاني ده. في طريقة اسمها طريقة المديونية، وفي طريقة اسمها الدفع مقدما. طريقة المديونية دي لو أنا ربطت بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان. بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان دي اللي هي بطاقة المشتريات، بيسموها بطاقة المشتريات. أنا بعمل بطاقة المشتريات دي إزاي؟ بعملها عن طريق ان انا بروح اي بنك وبدفع له مبلغ معين، هو اللي بيحدد المبلغ ده طبعا على حسب البنك نفسه، او بعمل البطاقة دي بضمان وظيفة او بضمان مرتب انا باخده مثلا من شغلي، فبيعمل لي بطاقة المشتريات. بعد ما اربط بطاقة المشتريات هنا بالحساب الاعلاني وادخل البيانات بتاعتها، بقدر امول الفيسبوك او اعمل اعلانات ممولة على الفيسبوك من غير ما يخصم مني. بيخصم مني امتى؟ بعد ما اوصل للحد الائتماني اللي الفيسبوك نفسه حدده ليا. يعني هو بيحدد لك في الاول مثلا $100 مثلا او $2، وكل ما تصرف الدولار ده يبدأ يخصم منك دولار من الرصيد بتاعك على الفيزا، وهكذا. دي اسمها الدفع بالمديونية. يعني الفيسبوك بيعمل لي الإعلان الأول وبعدين يخصم مني، أو بيخصم مني لما يعدي شهر على فتح الحساب الإعلاني بتاعي. الطريقة الثانية اللي هي طريقة الدفع مقدما، ودي بتبقى عن طريق فوري أو البطاقات المحلية اللي هي اللوكال كاردز. أنا لو دخلت على فوري أو البطاقات المحلية، بأدخل أدفع فلوس للفيسبوك الأول، أخليها في الحساب الإعلاني، يعني أشحن الحساب الإعلاني بتاعي بمبلغ وأبدأ أصرف على الإعلانات الممولة. دي اسمها الدفع مسبقا. يعني الفيسبوك بياخد مني الفلوس الأول ويبدأ يعمل إعلانات. أول ما تخلص الفلوس بتاعتي بيوقف طبعا الإعلان بتاعي لأن مفيش رصيد في الحساب الإعلاني بتاعي. يبقى هم دول طريقتين الدفع اللي أنا أقدر أشتغل بيهم، اللي هي طريقة الدفع بالمديونية وطريقة الدفع مسبقا. وبكده شرحنا في الفيديو ده إزاي نضيف طريقة دفع للحساب الإعلاني بتاعنا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر، وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.